بعض النهارده بقى الفول والفلافل اللي هيوفروا علينا كتير جدا بدل ما بنشتريهم من المطعم غاليين جدا. احنا هنحاول نجيب نص كيلو فول مدمس وهنعمله احنا في البيت بالطريقه القمر الجميله اللي هنشوفها مع بعض في الفيديو. وهنعمل كمان ونص كيلو من الفول المفصص، وهنعمل برضو عجينه الفلافل في البيت باقل الامكانيات، وبالتالي وفرتي على نفسك ان انت تشتري من المطعم، وخاصه مع موسم بدء المدارس، وبتبقى عايزه تعملي سندوتشات لاولادك او تفطريهم في البيت قبل ما يخرجوا لمدارسهم. وبالتالي هتوفري شويه في ميزانيتك نظرا لارتفاع الاسعار في الوقت الحالي زي ما كلنا عارفين. زي ما انت شايفه هنا احنا هنعمل شويه من الفول المدمس بالامكانيات البسيطه اللي متوفره عندي في البيت، وكمان هنعمل عجينه الفلافل اللي تقدري تحمريها برضو في شويه من الزيت وتطلع احلى فلافل بامكانياتك البسيطه جوه البيت. حط اللايك وادعمي الفيديو باللايك علشان ينتشر لاكبر فئه من الناس والكل يستفيد. هنا عجينه الفلافل